السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السمك البوري بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة جدا. السمك البوري انا جايباه متنضف من محل السمك. هتغسليه كويس وبعدين هتسيبيه في مية وملح وليمون لمدة نص ساعة، وبعدين هتشيليه وتصفيه تاني من المية وتغسليه، وبعدين هيكون معانا التوابل بقى او البهارات: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، 7 حبات ملح صيني، كمون. بعدين هتكوني معاكي خضرة ضرباها برضو في الكبة، اي نوع خضرة متواجد. انا لقيت بقدونس وكزبرة ضربتهم في الكبة لحد ما ادونا القوام دوت. هنا بقى السمك هنفتحه كده من فوق بالطريقة دي، وفي طريقة تانية برضو هتشوفوها معاكم دلوقتي. اهي كده عملت السمك كله كده بالطريقة دي. هنجيب بقى الخضرة المطحونة او اللي هي مضروبة في الكبة، وهنحط عليها 5 أو 6 فصوص توم مفرومين، وهنحط عليهم التوابل، وهنحط ليمونة، نعصر عليهم ليمونة كاملة. وهنقلبهم كويس اوي لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. دي الخلطة اللي هنستعملها في كل حاجة. هنجيب بقى طبق يكون عميق وكبير. الطبق دوت صغير، فجبت طبق تاني غيره. المهم هتكوني جايبة بطاطس مقطعاها حلقات اهو بالطريقة دي، وغسلاها ومصفياها. هتحطيها وبعدين هتحطي عليها شرايح من البصل او هنقطعه اجنحة كده. وبعدين برضو هنحط طماطم متقطعة اجنحة برضو اهو كده. هتحطي بقى نص الخلطة او 3/4 الخلطة فيها، وهتسيبي بقية الخلطة على جنب. هتقلبيهم كلهم مع بعض لحد ما المكونات كلها تكون متقلبة بيهم. هتحطي معلقتين بقى زيت فوقيهم وتقلبيهم برضو كلهم مع بعض. هتجيبي بقى الصينية او السيرفيس اللي انت هتحطي فيه او هترصي فيه، او البايركس اللي انت حباه او المتواجد عندك. المهم هتدهني الصينية من تحت بزيت ومن الجناب او بالطريقة دي. هتنزلي بقى بيها بالبطاطس والبصل والطماطم اهو كده بالطريقة دي. هتسيبي بس وحدتين في الطبق، هنحطهم في قلب السمكة من جوه اهو كده.
بعدين هنجيب بقى السمك، هترصيه عليه. هنجيب اول واحدة هتحطيها من جوه بالخلطة اللي احنا عاملينها او التتبيلة اللي احنا عاملينها وكده. وبعدين هتعملي من الفتحات اللي هي ايه من فوق ديت برضو بالتتبيلة دي، هتحشيها بالتتبيلة او كده. ما تنسوش يا بنات اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس اه كده. وهكذا هنكمل بقية السمك بالطريقة دي. بعد ما خلصنا السمك هترصي بقى شرايح الليمون من فوق. عاوزة تحطي لها البصل بالطريقة دي تحطي لها بطاطس، حطي اللي انت عاوزاه. هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200. هتحطي لها اقل من ربع كوباية مية قبل ما تدخل، وهتسيبيها لحد ما تستوي. والسمك البوري بيبقى تحفة. هنا اهو بعد ما طلعت من الفرن اهو شايفين. هتغرفي بقى في الطبق وتاكليها وتدوقيها مستوية جدا. وبالهنا والشفا. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس.